السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخبيزات معمرين بالكفته. انا غادي نشارك معكم العجينه. هنا عندي الزرع وشويه ديال الفورس والخميره. انا كنستعمل الخميره ديال الجرمه. عجنتها بشويه، العجينه تكون خفيفه ما تكونش ثقيله بزاف. هنا من بعد ما خمرات وخليتها حتى خمرات عجنت عجينه عاديه بحال العجينه ديال الخبز. صافي هنا طحنت، درت زعما طلقتها في سطح العمل وطلقتها بطحين الزرع نيت. ما درتش زعما طحين الفرن، درت طحين الزرع باش تجي شويه زوينه. مع دابا رمضان وحنا كنكونوا صايمين، راكم عارفين. ضروري خصنا شي حاجه ديال الزرع. صافي كتجي تلقي العجينه، كتلقيها رقيقه بزاف، وكتجيبي السركل اللي عندك، اللي انت بغيتي، القياس اللي بغيتيه انت كتقطعي به. صافي انا قطعتهم على هذا الشكل هذا. بقيت كنقطع وحده بوحده وحده بوحده. ها انت كيجيو رقاقين. قطعت تبارك الله خرجوا ليا. صراحه انا ما كنبغيش نحتفظ بالمعجنات في الفريكو، انا كيعجبني كل نهار نخدم بحاجه جديده. صراحه انا هادشي اللي كيعجبني، وكل واحد كيدير داكشي اللي بغا. صافي هنايا جبت الحديده ديال الحرشه، دهنتها بالزيت باش ما يلصقوش ليا الخبيزات ديالي. صافي بقيت كنحط وحده بوحده. خاصك كيف ما تحطيهم غير شي شويه عاود تقلبيهم باش يتنفخوا معاك، باش يتنفخوا ويتحلوا شويه، ما يبقاوش مدقسين. شتي انا كيف ما حطيتهم راني بديت كنقلبهم باش يبقاو طريين. هنا راه طاح ليا التليفون وعاود وقفته. بحال هكا كتبقاي تقلبي كل شويه كل شويه، كتقلبيهم باش يتنفخوا معاك ويجيو زوينين. صافي هنا من بعد ما طابوا حليتهم وبقيت كنحل وحده بوحده. صافي حتى ساليتهم. شفتي كيفاش كيجيو خاويين من الداخل؟ ملي كتحطي الموس كيدخل كيجري. صافي هنا ان شاء الله غادي ندوز معكم الحشوه عندي فيها 3 البصيلات وعندي واحد الفلفله. وانتم على حسب باش بغيتو تعمروها، بغيتو تعمروهم بالكفته، بغيتو تعمروهم بالطون، بغيتو باش ما بغيتو. انا هنا اختاريت انني نعمرهم اليوم ان شاء الله بالكفته. درت البصله، درت الفلفله مقطعه، درت معاهم شويه ديال الزعفران والملح باش البصله ديالي طيح والفلفله، وعاد زدت عليهم الكفته اللي عندي. صافي بقيت كنحركهم. هنا زدت العطريه، عندي التحميره، عندي كورنيشون، عندي هذا واحد المعلقه ديال مطيشه الحك، وعندي الملحه. غير زدت غير شويه ديال الملحه لان انا ديجا ملحه من قبل. صافي كتوجد الماكله هذا الشكل هذا، وكتعمريهم، وكنتمنى انكم تجربوهم وبصحه وراحه.